قال له ماشي خلاف، يقول محمد بن حامد، لكن محمد بن حامد على حسب الكلام ان فكر بارك الله فيك ان العزومه ان عزومه موجب وانه يذبح الذبيح. ويوم شاف الوضع محمد بن حامد شاف الوضع انه ما في ذبيح ولا في شيء، يقولون ان عمي هاك الحين عنده غنم، يعني ما هو ان محمد لو ما شرب عنده غنم ما يشرع عليه الذبيح. هو يعود قال محمد ولا راجح في غدا يوزم على مقال المقعد ولا انا ورا شغل ورا. قال والله قدم سويته معود انت مقال انت ما انت ضيف رجال راح يمح. قال والله انا ماني قاعد. قال يا محمد لا تكب غداك على النار. قال يا الحق طول عمرك لو يا رجال انا والله لا اطلبك. اي لا غدا حق اطلبك بحق. يا والله اللي فراسك سوى. عاد محمد يجيبني شويه يرجع. وكنت من عنده وبارك الله فيك. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا محمد صبيح نازل فمعدي. وعنده جرعان عنده هو جرعان كذا. نرفع الصوت. قال لا. قال لا. السلام ورحمة الله وبركاته. أنا طلبت حاجة. استريح. ولا مشوا. بخير. استريح. كيف الشيخ يا اخوي هنا يا ابن هنا انا مضيع خميس عندك. استريح يا عم ساعد. استريح الله يرحم من عقبك. حتى انت الله يرحم من عقبك. استريح. بجيب البقاء. ايوه. المهم محمد بن حامد طال عمرك مشى طال عمرك هذا راسم من القصيده. ايوه عدنا. راسم من القصيده بارك الله فيك ويسالها على صبيح وقصيده يقول فيها يقول يا راكب اللي لا حفز تقل شها ويديه للمقام ما هي وني تنصى صبيح وناضله حيث ما كان عجل على ضيفه بصوت الدعي وقلط مهي المعفن الجيل ودلع ويديه للاجواد دايم سخيه وقول لهم دور حق ومسيد زعلان في قرايه اللي بور الضيف لي في قرايه يسوى 10 حيل من الضع بين الرباع وبين يد الثنيه وما يطلع فيه ذار باليكان بقراي ولا ذار بيصير فيه ولا لو وصل حقها بلاد عمه وفيها قطع الرواد يميه ماني مرغ الذوت وبطن مسلان الحق اعرفه لي ولا علي ما عمر ضيفي بات مقي وخرمان يوم السفر كيله وبني وقي محمد ابن حامد ابن سليمان اخبركم اسمه يا زبون الشكل هذه شكوى قال صبيح اعوذ بالله وكان والله ما معك حق محمد بن حامد تكب غدا الرجال انت تعرف والله فيها قصيده لا مطمع عاد مصيبتي والله هذه ما فيها شيء ذي هذه الحين شكوى قال الصبيح هذه جابه وليمه وسوى له عشاء وسواها زي تقول جلسه في الليل الحمد لله بالسويه سويه ويديه عمام بارك الله فيك شرقي عمام الشرقي ويديه بن ويديه حل قال هذه رضوة راجحة بن سلمان وبطوبة على ما قال محمد بن حامد ما تجيه ولا تكلم قال لا خلاص ويوم انه ذوان جت المعاهد يقول انهم خلاص يبي يتخلصون قال محمد بن حامد والله غير قصيدة هذا قال كيف يقول الصبيح خلاص انتهى قال لا بنت قال شوف يا قال شوف يا راجع قال لا تويل خلاص الرجال انا مسوي والعمامه والبن والهيل يمك خلاص ما دام محمد هو اللي يدور حاجات خليه يقنع صح قال لا والله حتى انا ماني ساكت يقول والله جاب في قصيده يقول عمي راجع عشان شهاده لله لا اجيبها من طمه لكل اللي عنده ليه انا ماني شاعر والله لا رد الجزء والله لا اجيب القصيده اللي خليه يجي يقول والله ما ارد عليها ما عوده ولا عود قال محمد حامد على خيالك اركبه يا راجل على خيالك اركبه بالقصه يعني خلاص ولد عليه قال يا مرحبا بالجيل واللي بنى القلب من يقول؟ يقول راجل يا مرحبا محمد بن حامد قال لا تجيب لي من شو انت بن زرعه عندي مثايل كبر صقع شفي وجاب عليها كلمتين يقول محمد بن حامد لكن انا قصيده محمد ما اعرف قال عمي راجح يا مرحبا بالجيل واللي بنى القال يا مرحبا باللي بنى الجيل فيه اعداد من صدر من العد رويان واعداد ما سيقت من الشاذليه واعداد من يلبس على ثوب حرام واعداد ما شي فزه في القنيه واعداد من صلى مكه ومن صام واعداد ما لبوا بيوم الضحيه هذا كلامي
تقول خطا بلق لا مرد الجزاء ما هو معاصر علي ما صرت صادق صرت في الهرج غلطان والرت والمصدار دربه لويه وما لقيت شهود الهرج ضمان اللي شهد بالزور طعنا علي وترى البحر ما يندرك كل عوام تظهر عليها من البلاوي سعيه فالجنب غطاس وفي الجنب جنحان يصير في هذه اليخطه بذيه وما لقيت اركب على راس سمحان وانطح صخور من الجبال القويه خذ الجبل من عض واقطع على رياض وعندك شثير وفرع المرغميه وكتال فرع واقطع على وادي سنان وبالغرير وشوف رضوى رويه ان كان عين يدخل زيت بدهان لا خش راسه خش فيك البقيه لا يجي لك تعرط وانت ما فيك نيبان والذيب ما تشرع عليها الحويه يا شين وش وداك تقمز بالاغصان حطيت لك بطل الدهوير من نقره المطلع اليوم نقره الشام افتح لطيزك خذ هذه قال محمد قال والله ما غلقتها غير محمد جاي يمرح قال والله ما رد عليه قال انا ما علمتك قال بس هذا اللي تقرا عليك والله قال انت السويه عيت الجمكش والله انا الشاعر الله يرحمه والله انه ما هو قصد ديوان عند القبائل اللي ما ديوان الثانيه الحين ما رفعين مستوى